والوصفة اللي غنشارك معاكم اليوم هما هاد لي ميني كيك بالحامض كيجيو رائعين هشاش ورطبين من الداخل. وصفة كتجي بنينة لذيذة، غير جربوها. كيف ديما كنتسنى التطبيقات ديالكم وبارطاجيو الوصفة مع كاع الناس اللي كتعرفوا. كناخد بول اللي كندير فيه تقريبا نصف كاس سنيده، كنحك هكايا، كندير قشور ديال الحامضه وحده وكنحاول هكايا غير بايدي باش كتجيكم هكا النسمه ديال الحامض طاغيه في هاد لو كيك. كنزيد جوج ديال البيضات، قبيصه ديال الملح وساشي ديال الفاني، وكنخلط هادشي سواء بفوي ولا باتور هكا كيبقى لكم الاختيار. كنحاول هكا نخلط جيدا، من بعد كنضيف نصف كاس زيت نباتيه وكاس ديال الحليب. ديما كنقول لكم البيض والحليب خاصهم يكونوا بحراره ديال المطبخ باش لو كيك ديالكم يصدق. يعني اي نوع ديال الكيكه كديروا ضروري يكون هكايا البيض والحليب في حراره ديال المطبخ. كندير تقريبا كاس والكاس ولا جوج كؤوس ما يكونوش عامرين بزاف ديال الدقيق الابيض، وكنخلط هنايا كاضافه درت عصير ديال الحامض، شويه ديال الخشخاش، وضفت واحد جوج المعالق كبار اللي ذوبتهم باش كيجيكم هكا لو كيك طري وهشيش من الداخل. حتى هو كيبقى اختياري، يمكن لكم تكتفيو غير بالمقادير الاولانيه. صافي كنخلط هادشي جيدا، وها الخليط ديال الكيك وجد. كندهن هاد المول ديالي بشويه ديال الزبده، ما كنرش ولا بدقيق حتى شي حاجه، كيجيني غير هكا الزبده كافيه. كنحاول هكا ندوبها باش تجيني سهله في هاد الخدمه في المول. صافي وكنخوي الخليط ديالي على هاد الشكل هذا. شوفوا هاد الخليط اللي عطيتكم راه كيعمر لكم هاد المول نيشان، كيجي تقاده وحده. صافي كندخلهم للفران على درجه حراره 180 من التحت حتى كيطيبوا، كنزيد نشعل عليهم من الفوق بالصحه والراحه.